بصوا بقى، عشان في موضوع كده في نفسيتي كنت عايز اتكلم معاكم فيه. بس قبل اي حاجة، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ مالكش دعوة مالكش دعوة. الفيديو ده مهم وعايزك تركز فيه خطوة خطوة، او ما تركزش، الفيديو اصلا مش مهم. يلا اقلب ده تمويه عشان امي لو شافت الفيديو ولا حاجة ربنا يستر. اولا الثانوية العامة ليها مواقف كتير قوي معايا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انا كنت من الطلاب الفشلة بتوع اخر ديسك دول، كنت دايما بطفش من الحصص وما كنتش بروح اي حصة. جيت في يوم قررت كده ان انا اروح حصة عند مدرس كده، كل ما يجي يسألني على حاجة اقول له انا اول حصة، لاني طبعا كنت بروح حصة و10 لا. فالمهم المدرس ده كان مخنوق مني جدا وجدان اصلا وعايز يمشيني من قبل ما يدخلني. وقررت في يوم ان خلاص هلتزم وهروح احضر كل الحصص. واحنا بنبقى مقسومين صفين، صف بنات وصف شباب. فمره واحده وانا قاعد في امان الله ومش شاغل بالي باي حاجه، لقيت بنت عماله تبص لي وتعمل لي كده. فالمهم قلت يمكن بتبص عادي ولا حاجه. في المره التانيه لقيتها برضه عملت نفس الحركه، وانا اخوك ما بيعتمدش بقى، قمت جاي عامل لها كده وعامل لها كده ولا يلا. فالمهم قلت البت جايه سكه وخلاص بقى هفضل الغيها طول الحصه. وقيس فجاه لقيت البت مره واحده مستر. قلت يمكن عايزه تسال على حاجه ولا حاجه، البت دي فاشله ما بتسالش على حاجه، ازاي هي بتنده عليه في الوقت ده بالذات؟ بتوشوشه وعماله تقول له الولد اللي هناك ده هو اللي قاعد عند الشباب عمال يبص لي. قال لها انهي واحد؟ وهو عمال يبص لي انا وهو اصلا ما بيطيقنيش. لقيته مره واحده وقف في نص المدرج بيقول لي انت؟ قلت له انا. المهم اما قال لي انت عامل نفسك مش عارف نفسك، يلا مش اطلع بره. قلت له ليه يا مستر انا عملت ايه؟ قال لي يا عم بقول لك انا مش عايزك عندي، ارحم امي العيانه واتفضل اطلع بره. الاقي لك صاحبي اللي كان عمال يبص معايا ماسك الشنطه وعاملها كده، قال يعني الواد مجتهد قوي. اما قال له بقول لك ايه، انت كمان اطلع وراه ونسه. المهم خدنا بعض وطلعنا رحنا البلاي ستيشن. تيجي بقى الايام امتحانات الكليه. في اول سنه ذاكرت عادي، بس زي ما انت عارف كله عمال يغش من بعضه وده بياخد مجهود ده، فقلت بناقصها انا كمان هغش معاهم. المواقف بقى اللي حصلت معايا وانا بغش. ايه اول يوم دخلت قبل ما الامتحان يخلص بربع ساعه وكانوا كاتبوا اسمي اصلا غياب. فدخلت سالوني طبعا انت اتاخرت ليه؟ قلت لهم والله كان في حادثه على طريق المحله المنصوره وانا اتأخرت بسبب الحادثه دي. فرنوا على بتوع الكنترول قالوا له في طالب اسمه اسلام وليد حصلت حادثه على طريق المنصوره المحله وهو متاخر، معلش يشيلوا اسمه من الغياب. وانا اصلا داخل الامتحان ما اعرفش اي حاجه ميح. اذ فجاه انا الاقي لك بنت فاتحه لي الورقه بتاعتها كلها. الله يسترها اذا كانت عايشه او ميته، الله يستر، الله يكرمها، الله ينور قبرها. طلب من اخوكم معلش ادعوا لها تحت في الكومنتات. قبل ما اكمل لك ايه اللي كان بيحصل احب افكرك انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتدخل تتابعني على انستجرام عشان هبدا اعمل سلسله قصص المتابعين. فلو عندك اي حاجه عايز تحكيها لي ابعت لي على الانستجرام وهاجي احكيها هنا. دخلت الماده اللي بعدها وانا مش عارف اي حاجه في اي حاجه زي الحمار في الزريبه. المراقبه وطبعا لقيتها ست كبيره وست لذيذه كده، الله يسعدها اذا كانت عايشه او ميته يا رب، الله ينور قبرها اذا كانت ميته يا رب. قلت لها بعد اذنك انا خالتي كانت بتولد وجوز خالتي مسافر وانا اللي قاعد مع خالتي، انا اللي قاعد مع خالتي في المستشفى، بالله عليك انا مش عارف اي حاجه سيبيني اغش. قالت لي معاك تليفون؟ قلت لها اه. قالت لي عليه الماده طبعا؟ قلت لها اه. قالت لي طب افتح التليفون واعمل اللي انت عايزه. جبت فيها 40 من 40 قفلتها. الموقف بقى بتاع الامتحان بتاع تاني يوم اللي قلت لكم عليه دلوقتي، فاكر مركز معايا ولا لا؟ مركز. لازم أأمن على اللي ورايا اشوفه بيغشش ولا ما بيغشش، أأمن على اللي ورايا وأأمن على اللي قدامي وأأمن على اللي جنبي وأأمن على المراقب وأأمن على الجامعه. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ المهم بصيت للبت اللي ورايا قلت لها بقول لك ايه، انت بتغششي؟ قالت لي من فضلك بص في ورقتك وما تبصش هنا تاني عشان انا ما بغشش. قلت لها الله يسترك، الله يكرمك، الله ما ينور قبري. المهم طبعا البنت قالت لي ما بغشش، واللي قدامي طبعا ما بيغشش، انا اصلا مش شايفه، واللي جنبي اصلا بعيده عني، ما كانش ليا سبل غير اللي ورايا. فقلت خلاص انا شلت الماده. فاليوم ده ربنا رزقني بمراقب اهبل، فضل يقول لي يا النمله بتبيض ولا بتولد. مع اول واحده سلمت الورقه وخلصت الامتحان قام جاي فاتح لي الورقه بتاعتها، غشيت منها الامتحان كله وغشيت اسمها وغشيت رقم جلوسها
وغشيتها هي شخصيا. وجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا، وترابيزات بلياردو وبنج. بس قال لي هغششك ورقه واحده بس، الورقه التانيه لا، على الاقل تجيب النص وتنجح في الامتحان. الاقي لك ايه بقى البنت اللي ورايا فاكرينها اللي قالت لي ما بغششش وبص قدامك وبص قدامك ما تبصش في ورقتي، بتقول لي بعد اذنك ممكن تديني الورقه الاولى؟ قلت لها حضرتك بصي في ورقتك انا ما بغشش. قالت لي طب اقول لك على فكره حلوه، قلت لها قولي. قالت لي انت هتديني الورقه الاولى وانا هديك الورقه الثانيه. قلت لها لا مفيش منه الكلام ده، حقاتي تديني الورقه الثانيه اديك الورقه الاولى. قالت لي تمام اتفقنا، وعملنا ايه معاهده صلح ما بيننا وما بين بعض. المهم فضلت تغششني بقى في الورقه الثانيه وتكي تكي تكي تك، وانا ادي الماده دي عمري ما انساها. الماده دي نقصت نص درجه فيها ما اعرفش ليه. اللي بيعلموا دول ظلمه. غششتني الورقه الثانيه. قالت لي بقى غششني الورقه الاولى بقى اللي انت قلت لي اغششها لك بعد ما تغششني الورقه الثانيه يعني. قلت لها ايه؟ قالت لي اديني الورقه الاولى. قلت لها حضرتك ما بغششش حد والله انا بخاف على مجهودي. قالت لي ايه؟ قلت لها والله ما بخاف على مجهودي. قمت جايه ايه؟ قام راقب انا خلاص خلصت، قمت جايه مسلم ومشيت وسبتها هي سقطت. لو عجبتكم الحوارات اللي انا عملتها في الامتحانات دي كلها اعملوا لايك واشتركوا في القناه، وانزلوا اكتبوا لي في التعليقات هعمل لكم جزء تاني هيبقى كله بلاوي. قبل اي حاجه صلي على النبي وخليك في امان لحد ما اشوفك تاني الفيديو اللي جاي. سلام.